عليكم 702 اهلا وسهلا بيكم تاني. دلوقتي ميعادنا مع ليكتشر نمبر 2 محاضره رقم 2. بس قبل ما ابتدي كالعاده مساء الخير او صباح الخير حسب ما عينك او عينك بتشوف الفيديو دوت. وطبعا لازم نكون محضرين كوبايه القهوه، كوبايه النسكافيه، الشاي بلبن، ازازه الميه، وتعالى بقى نركز مع بعضينا. طيب ليكتشر نمبر 1 اللي احنا قلنا فيها المره اللي فاتت يعني ايه كلمه فيزيكس، وبدانا ندردش مع بعضينا ولا واتفقنا مع بعضينا ان كلمه فيزيكس هي تعتبر برانش اوف ساينس deals with natural phenomena occurred in our life. بالبلدي هو يعتبر فرع من الساينس او فرع من العلم بيتكلم او بيتعامل مع اي حاجه في حياتك في الطبيعه بتحصل ازاي، بتحصل ليه، عباره عن ايه، وكل ده عشان نستفاد منها ازاي. طيب القصه كلها لو احنا دلوقتي جينا قلنا فور اكزامبل مثلا القلم دوت انا جيت سبته كماضي، هيطلع لفوق ولا هينزل لتحت؟ هينزل لتحت. طب ده تعتبر ايه؟ جرافيتي او الجاذبيه. عباره عن ايه الجاذبيه؟ ايه قوانين الجاذبيه؟ وازاي نقدر نستفاد ونستغل الجاذبيه؟ دي كلها تعتبر مين يا جماعه؟ بالظبط تعتبر كده ماده الفيزيكس. يبقى انت دلوقتي جوه الفيزيكس احنا اتفقنا هنعمل فوكس وهنبتدي دلوقتي نعمل زوم ان على كل ناتشرال فينومينا حوالينا ونبتدي نشرحها بالتفصيل ممل ولا لا. طيب احنا كنا في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا مع بعض وقلنا عشان تقدر تستفاد من الحاجه صح لازم تبقى فاهمها ولا لا، عشان اقدر استغل الحاجه دي لازم اكون عارفها ولا لا. طب تقدر تستفاد من حاجه وانت مش عارفها؟ اكيد مش هعرف. طب يبقى ساعتها محتاجين نعمل عمليه ميجرمنت. يعني ايه كلمه ميجرمنت؟ كلمه ميجرمنت process of comparing unknown quantity with known quantity. بقارن ما بين حاجه انا مش عارفها بحاجه انا عارفها عشان ابتدي اعرفها فاقدر اتعامل معاها صح ولا لا، اقدر استفاد منها تو ذا ماكسيمم ليفل ولا لا، واطلع منها البروفيت اللي انا مستنيه. طيب القصه كلها صديقي العزيز، القصه كلها يا خالتي ان انت دلوقتي مثلا عشان تقدر تعمل عمليه ميجرمنت بشكل سليم محتاج 3 حاجات. اول حاجه فيزيكال كوانتيتي، الحاجه اللي بتتقاس او بتحسب. تاني حاجه الميجرنج تول، الديفايس اللي بيعمل لي هيلبنج او بيساعدني في عمليه الميجرمنت. اخر حاجه الميجرنج يونت، ودوت اي جهاز بيطلع رقم جنبيه ميجرنج يونت ولا لا. وخد بالك ان الميجرنج يونت ده من غيره الكلام يبقى مينينجلس ملوش اي معنى. يعني انت دلوقتي لو كتبت لي مثلا اي رقم يجي في دماغك 17 مثلا، طيب 17 وسكت، ما هي 17 ايه يا مستر؟ ما هي ممكن تبقى 17 متر يبقى لينس، ممكن تبقى 17 كيلو جرام تبقى ماس، ممكن تبقى 17 متر بير سكند بقت فيلوسيتي، وهكذا ولا لا. فانت الرقم ده لوحده بقى مينينجلس. لكن كده عرفت ان هو ماس، طب كده عرفت ان هو فيلوسيتي، طب كده عرفت ان هو فورس. تمام. طيب تاني حاجه بتعرفها لي برده الميجرنج يونت، اتفقنا المره اللي فاتت ان هي ايه يا جماعه؟ بالظبط بتعرفك السكيل بتاع الحاجه، يعني بتعرفني الحاجه ايه والسكيل بتاعها قد ايه، يعني حجمها قد ايه، كبير جدا، صغير جدا جدا، هل هي متوسطه، عاديه، ولا ايه دنيتها بالظبط. يعني لما اجي اقول لك مثلا متر بير سكند اكيد غير كيلومتر بير اور. طب لما اجي اقول لك كيلو جرام غير لما اقول لك طن، لما اجي اقول لك نيوتن غير لما اقول لك كيلو نيوتن، وهكذا وهكذا ولا. طيب واتفقنا مع بعض يا جماعه ان انت دلوقتي اي فيزيكال كوانتي هي تعتبر الحاجه اللي تتقاس او بتحسب، الحاجه اللي ما كانتش معروفه وبقت بعد الميجرمنت معروفه، الحاجه اللي كانت انون وبعد الميجرمنت اتحولت بقت ايه؟ نون. اتفقنا مع بعض يا جماعه ان الفيزيكال كوانتي بتقسم بيزك لو لي كام شله؟ شلتين، شله الفاندمنتالز او البيزك وهنديها سمبل اف، وشله الدريفد وهنديها السمبل دي. طب ايه الفرق ما بينهم يا مستر؟ الفيمس هم الفاندمنتالز، الناس المعروفين والمشهورين عالميا واللي كلنا متفقين عليهم هم الفاندمنتالز او البيزك. تمام. دي physical quantity which cannot be defined by another physical quantity. طيب اشهرهم 3، هم خلي بالك كلهم 9، خدي بالك هم كلهم 9، اشهرهم 3، L for length، M for mass، T for time، كنا مختصرهم في كلمه لمت. لكن بالنسبه لك بعد كده الدريفت هو كذا physical quantity اتجمعت مع بعض، يعني physical quantity times another physical quantity فاللي طلع يبقى دريفت. طب physical quantity divide another physical quantity فاللي طلع يبقى دريفت، او physical quantity times another physical quantity over another physical quantity يبقى اللي طلع برضه دريفت. بالبلدي الدريفت دي تبقى physical quantity واحده ولا اكتر من واحده؟ اكتر من واحده. تمام. طيب اتفقنا بعد كده يا جماعه وقلنا ان الميجرنج يونتس زمان ما كانتش بتتقاس بسيستم واحد، كان في عندنا 3 سيستم فور ميجرمنت، البريتش سيستم والمتريك سيستم والفرنش سيستم. البريتش سيستم كان شغال في بريطانيا مستعمرات بريطانيا وساعات بيتسمى الاي بي سيستم، اللينس فيها كان بيتقاس بالفيت، الماس بالباوند، التايم بالسكند. طيب الفرنش سيستم ده كان شغال في فرنسا ومستعمرات فرنسا، البلاد اللي كانت محتله من فرنسا، وهتعرفهم دلوقتي عن طريق ان هم بيتكلموا فرنساوي كويس، البلاد الفرانكفون بيسموها كده. طيب انت دلوقتي لما تيجي تفكر فيها هتلاقي ان اللينس كان عندهم بيتقاس بالسنتيمتر، الماس بالجرام، التايم بالسكند. لكن بقيه الدول اللي ما احتلتش بقى يعني ما تمش احتلالها يا اما من بريطانيا او من فرنسا دي كانت شغاله بسيستم ثالث وهو المتريك سيستم. صح، اللينس بالمتر، الماس بالكيلوجرام، التايم بالسكند.
طبعا في اسئله انت شفتها في الواجب عن الكلام دوت، يقول لك ايه الكومن فيتشر ما بين الداتا سيستم؟ يبقى التايم ان سكند. يقول لك دلوقتي هو اللينس في الجوسيان سيستم، جوسيان اللي هو مين؟ الفرنش، الله ينور عليك، يبقى مين؟ بالسنتيمتر، وهكذا ولا لا. طبعا يا جماعه الكلام اللي انا بقوله دلوقتي كماضي هو يعتبر ران ثرو، مراجعه بسرعه كده على الحصه اللي فاتت ولا لا، يعني عشان نفكر الناس بالهيتس بالتريكس بكل الافكار اللي احنا قلناها سريعا سريعا كده، والناس تسخن معايا وتخش جوه المود. طيب تعالى بقى ركز معايا كده. احنا المفروض دلوقتي اتفقنا في اخر الحصه اللي فاتت ان هيبقى عندنا حاجه اسمها الاس اي. ايه بقى الاس اي يا مستر ماضي؟ الاس اي ده هو الستاندرد انترناشونال سيستم. تاني يا جماعه، الاس اي ده الستاندرد انترناشونال سيستم. اس اختصار في كلمه ستاندرد، تمام، اس اختصار في كلمه ستاندرد، واي اختصار لكلمه انترناشونال. خدوا بالكم بقى من حاجه يا جماعه، الاس اي دي ممكن تتكتب اس اي او اي اس، دي او دي مش فارقه. تاني يبقى انت عندك ستاندرد انترناشونال سيستم. طيب الاس اي عددهم كلهم توتالي كام يا جماعه؟ 9. التسعه دول خلي بالك متقسمين تقسيمتين، في بالنسبه لك تقسيمه 7 وتقسيمه 2. يبقى انت عندك هنا في 7 ميجرنج يونتس وفي 2 عندنا سيستمز. وخدوا بالكم يا جماعه عشان الحته دي مش مكتوبه في كتاب المدرسه وبتتسال دايما في الامتحانات. تاني انت عندك الاس اي كلهم عددهم توتال كام؟ 9. طيب بيتقسموا 7 يونتس وبيتقسموا 2 سيستم. طب مين هم ال7 يونتس يا مستر مودي ومين هم ال2 سيستم؟ تعال اقول لك بما يرضي الله. اول حاجه اتفقنا ان اللينس هيتقاس عندك يا محمود بالمتر. تاني عندك الماس هيتقاس بالكيلو جرام. خالتي التايم اتفقنا ان هو يتقاس بالايه؟ بالسكند. وقبل ما اكمل هسالكم سؤال، هو انا دلوقتي الاس اي سيستم ده شبه مين؟ هل شبه الفرنش ولا شبه البريتش ولا شبه المتريك سيستم؟ بالظبط، ده سؤال جه برضه قبل كده في امتحان شهر، تمام، فخد بالك منه. انت عندك دلوقتي اللينس بالمتر، الماس بالكيلو جرام، التايم بالسكند، الحاجات دي بتفكرني بالمتريك سيستم. فهنا ممكن نقول يا جماعه ان الاس اي سيستم لايك مين؟ الله يبارك لك، لايك المتريك سيستم بتاعنا ولا لا؟ يبقى انت اللينس بالمتر والماس بالكيلو جرام والتايم بالسكند. طب نزود عليهم بسم الله نمبر 4. انت عندك هنا التمبريتشر، درجه الحراره، ودرجه الحراره عندنا بتقاس ب3 سكيل. قلنا سليزيوس ده شغال في مصر والشرق الاوسط، فahrenheit شغال في امريكا والغرب، عندك كلفن وده الستاندرد تمبريتشر لان ده التمبريتشر اللي بتتقاس في التجارب العلميه، تمام. طيب عندنا بعد كده current intensity. الكرنت انتنسيتي اللي هي شده الكهرباء او قوه الكهرباء. يعني بالبلد يا جماعه انت عندك الكترونز قد ايه بتعدي كل تايم اون سكند. يعني هل انت دلوقتي لما في عندك بيس اوف ميتال بيعدي فيها الكترونز كتيره فيبقى الكهرباء كبيره فيبقى الكرنت انتنسيتي عاليه فالامبيرز تبقى رقم كبير، ولا هل انت عندك دلوقتي الكوندكتور ده بيعدي فيه نمبر في الكترونز قليل فساعتها بالنسبه لك الكهرباء ضعيفه فالكرنت انتنسيتي صغير فالامبيرز عددها صغير؟ دي ولا دي؟ فاهمين قصدي؟ طب تعالى نكمل. عندك بعد كده نمبر 6 حاجه اسمها الليمينس انتنسيتي. الليمينس انتنسيتي اللي هي شده الاضاءه او قوه الاضاءه. تاني ليمينس انتنسيتي شده الاضاءه او قوه الاضاءه، ودي بتتقاس بيونت اسمها كانديلا. يا جماعه هل كل اللمض اللي في حياتنا بتنور بنفس الفاليو؟ اكيد لا، في حاجات اكبر وفي حاجات اصغر. يعني اللمبه اللي بتنور هنا غير اللمبه اللي بتنور في الاباجوره غير اللمبه اللي بتنور في الاستاد مثلا، دي اضاءه ودي اضاءه ودي اضاءه ثانيه خالص، فالاضاءات هنا مختلفه صح؟ الفاليوز بتاعه اللايت هنا مختلفه، فبتتقاس بكام كانديلا. ولو انتوا اخدتوا بالكم شبه الكاندل، يعني بيقارنوها اضاءتها بكام كاندل بتاعت زمان. طيب رقم 7 عندنا الاماونت اوف ماتر. الاماونت اوف ماتر كميه الماده اللي داخله الرياكشن يا صديقي او طالعه بره الرياكشن. تاني اماونت اوف ماتر كميه الماده اللي بتخش رياكشن او طالعه بره الرياكشن، ودي عندك بتتقاس بيونت اسمها المول. وديت لو احنا كنا جينا بصينا مع بعض فاي بالنسبه لك كيميكال ايكويشن زمان واحنا صغيرين كان بيبقى فيه ارقام مكتوبه جنبها اسمها البالانس، صح؟ انت مدخل كام اكسجين مطلع كام، مدخل كام هيدروجين مطلع كام. فانت مثلا قلت دلوقتي 2 H2O يبقى دي اسمها 2 مولز اوف ووتر، مع مثلا كوبر سلفيت واحده يبقى ديت هنا 1 مول من الكوبر سلفيت اند سو اون. يعني بالبلدي الارقام اللي كنا بنكتبها في الكيميكال ايكويشن صح، جنب بالنسبه لك الحاجات دي كان ليها يونت اسمها مول ولا جنب اللي هي مثلا الكيميكال ستراكشر زي الكوبر سلفيت والووتر H2O والكلام ده كله، دي كان ليها يونت اسمها مول وهتعرفوها بالتفصيل ان شاء الله في الكيمستري. طيب لو جينا عندنا الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي هتلاقيهم 7 يونتس: لينس بالمتر، ماس بالكيلوجرام، تايم بالسكند، تمبريتشر باي كلفن، كارنت انتنسيتي بالامبير، ليميت انتنسيتي بالكانديلا، اماونت اوف ماتر بالمول. طيب في عندنا بقى 2 سيستم. مين الاثنين سيستم دول يا معلم؟ بص الاثنين سيستم بقى دول عندنا يعني دول كده السبعه
هكتبهم هم دول 7 يونتس. دول بقى الاثنين سيستم بتاعنا. قشطه. تاني دول 7 يونتس ودول الاثنين سيستم بتاعنا. طيب تعال نرسم رسمه كده اهوت ونشوف الفرق ما بين دي ودي. الرسمه ديت والرسمه ديت ايه الفرق ما بينهم مستر مودي؟ هقول لك يا معلم. الرسمه ديت الاولانيه اللي فوق عباره عن بس 2 دايمنشنز. وليه 2 دايمنشنز؟ لسبب واقعي ولسبب منطقي. ان انت دلوقتي لما تبص للرسمه اللي فوق دي وانت بترسمها احتجت عرض يعني اكس واحتجت طول يعني مين؟ واي. فانت محتاج اكس وواي بس، صح؟ يبقى انت الرسمه دي في الحاله دي في السيتويشن دي تعتبر 2 دايمنشنز. لكن الرسمه دي انت بترسميها احتجت العرض يعني الاكس واحتجت الطول اللي هو الواي واحتجت السكنس السمك بتاع الحاجه دي، احتجت كمان الزد اكسس. فهنا الرسمه دي واحنا بنرسمها احتاجنا بالنسبه لك 3 اكسيز او 3 دايمنشنز ولا لا. يبقى 2 دي هي الرسومات بتاعتنا العاديه اللي هي على الورقه. لو انت مثلا بتصور انت صغير تمام رايح المدرسه كده صح، وتصورها الصور اللي انت بالنسبه لك سيلفي كنت تاخدها كده. الصور دي ما تيجي تبص لها ليك عرض وليك طول، يعني ليك اكس وليك واي. لكن دلوقتي انا مثلا كماضي انا هنا 3 دايمنشنز، عندي عرض عندي اكس وعندي طول عندي واي، وربنا كرمني الحمد لله بكرش فبقى عندي زد اكسس ولا لا، صح؟ لان انا مش حته ورقه. فحاجه شبه كده بقى انت عندك 3 دايمنشنز. طب تعالى نكمل. هنا بقى ال 2 دي ده انت عندك هنا السيستم بتاعه اسمه انجل ميجر سيستم. ليه يا مستر؟ هي اليونت ايه؟ بصوا يا جدعان لو انت مركز قوي هتلاقي ان الانجل دي اصلا، لو انت مركز قوي او مركزه معايا قوي هتلاقي الانجل دي اصلا كده كده بكام يا جماعه؟ ب 90 صح؟ هنا بالنسبه لك الفاليو بتاعت الانجل دي ب 90 ديجري. طب وهنا الانجل برضو بتاعتك بكام؟ ب 90 ديجري ولا لا؟ يعني كده كده الانجل فوق ديجري وتحت كام؟ ديجري. او لو حد بالنسبه لك محنك في الماس يعني ذو خبره عاليه هيقول لك ديجري ومينت وسكند. طب ما هنا الديجري دي نفس الديجري دي. طب ايه اللي ميز الرسمه دي على الرسمه دي؟ تعال اما اقول لك بقى. هنعمل سيستم يحتوي على اليونتس، فيبقى السيستم بتاع ال 2 دي اسمه انجل ميجر، ودوت بيتقاس بحاجه اسمها الراديان سيستم. وده لو انت بتركز في الماس هتلاقي نفسك سمعت مدرس الماس بيقول لك الراد سيستم، او على الكالكوليتر الكاسيو فوق هتلاقي مكتوب ار اي دي، صح؟ طيب وفي عندنا السيستم بتاع ال 3 دي اسمه السوليد، اسمه السوليد انجل ميجر، اسمه سوليد انجل ميجر. ودوت عندنا ليه اسمه ايه يا جماعه؟ الاستراديان. يبقى انت في عندك الراديان وفي عندك الاستراديان. الراديان هو ايه؟ الله ينور عليك. الراديان هو ايه؟ هو 2 دي. لكن الاستراديان بيس. يبقى دوت السيستم 3 دي. يبقى انت في عندك راد سيستم وعندك سترات سيستم. طيب الراد سيستم اللي هو 2 دي، لكن السترات سيستم هو مين يا جماعه؟ ال 3 دي. يبقى انت لو 2 دايمنشنز يبقى راد، لو 3 دايمنشنز يبقى سترات. اتفقنا يا شباب؟ دولت كده يعتبروا مين بقى؟ دول يعتبروا التسعه الفيمس. التسعه الفيمس يعني بالبلد يا جماعه دول التسعه الفاندمنتالز او التسعه البيزكس اللي عندنا. طيب جماعه كل الفاندمنتالز بتوع كوكب الارض موجودين قدامك اهو. السبع يونتس: لينس، ماس، تايم، تمبريتشر، كارنت تنسي، ليمس انتنسي، اماونت اوف ماتر. زود عليهم كمان اثنين سيستم: الانجل ميجر 2 دي والسوليد انجل ميجر 3 دي. دول يعتبروا كل يا جماعه الفاندمنتالز اللي موجوده عندنا. طيب شباب خدوا بالكم ان في اسئله امتحانات بتيجي كده يقول لك انت عندك عدد الاس اي ويسكت يبقوا 9. يقول لك اس اي يونتس يا واد يبقى 7. يقول لك اس اي سيستم دخلتي يبقى مين؟ 2. فهمناها؟ يبقى انت عندك هنا وهنا نركز جدا. يونتس يبقوا 7، سيستم يبقوا 2، اس اي بس ربنا يبارك لك يبقوا التسعه بتوعنا كاملين ولا لا؟ طيب اي حاجه بره التسعه دول يا مستر تبقى دريفد. اي حاجه بره التسعه دول تبقى ايه؟ دريفد عندنا، او بالنسبه لك تعتبر ميكسد ما بين اكتر من فيزيكال كوانتي وبعضيها. طب مستر انت ليه بتراجع الكلام ده؟ بصراحه انا براجع الكلام ده عشان ده كان عليه الواجب بتاعك المره اللي فاتت. طيب انا بحب بصراحه دايما بدايه كل حصه كده اعمل ران ثرو كده، تمام؟ افتكر بسرعه ايه اللي احنا قلناه الحصه اللي فاتت بحيث الناس تفتكر وتجمع معايا، لان المنهج بتاعنا بنسبه كبيره مرتبط ببعض. فاحنا دايما بنحب نراجع على الكلام اللي فات بسرعه كده عشان الناس تخش جوه المود وتركز وتفتكر تاني. الكلام ده لو حد محتاجه يا ريت ينقله، تمام؟ وتعالى بقى افتح لي البوكلت بتاعك صفحه كام يا جماعه؟ صفحه 104. بصوا يا جماعه بالمناسبه ان شاء الله تعالى انت لو لسه ما استلمتش البوكلت بتاعك ممكن تتواصل مع ميس لبنى او تتواصل معانا. هنقول لك اقرب سنتر لو انت من اسكندريه ممكن تنزل تستلم منه. احنا الحمد لله الباكج بتاعتنا بقت كامله، تمام؟ هيجي لك الشنطه بتاعت المودي فور فيزيكس، هيجي لك ستيكرات بتاعتنا، هيجي لك الكراسه بتاعتنا، وهيجي لك البوكلت بتاعك. البوكلت بتاعنا يا جماعه بالظبط هو الحمد لله يعني بالك كبير شويه كده، يعني احنا لمينا لك فيه كل مصادر الاسئله المتاحه او الموجوده،
تمام، يعني جبت لك اسئله المعاصر كلها، اسئله بالنسبه لك الفاينل ريفيجن اللي بتنزل كلها في الجرايد مثلا لو في كان حاجه بتنزل في الجرايد، جبت لك اسئله بالنسبه لك ثانويه عامه السنين اللي فاتت لما كانت ثانيه وثالثه ثانويه عامه، تمام، كان في بالنسبه لك اسئله منهم موجوده. طيب جبت لكم بعد كده الاسئله بتاعت كتاب المدرسه وزود عليهم اسئله امتحانات الاربع سنين والخمس سنين اللي فاتوا، زائد بالنسبه لك التقييمات اللي كانت بتنزل من الوزاره. فاحنا لمينا كل المصادر الممكنه للحل وحطيناها لك بالنسبه لك ان شاء الله في البوكلت عشان تعرف تحل. ماشي؟ طيب ركز بقى معايا كده وتعال نسخن. لو انت ما استلمتش البوكلت بتاعك حاول تستلمه في اقرب فتره ممكنه. طب انت دلوقتي معانا من محافظه ثانيه، تمام، ممكن تتواصل مع ميس لبنى على طول على رقم 012، ماشي، وهي ان شاء الله تعالى هتشحن لك البوكلت عن طريق هيئه البريد المصري، هيوصل لك ان شاء الله في خلال يومين ثلاثه بالكتير ماكسيمم، هيوصل لك في اسرع وقت باذن الله. تمام؟ يبقى دوت كده عشان الناس تستلم الباكج بتاعتها في اسرع وقت وتشتغل معانا. طيب المفترض ان انت لو لسه ما استلمتش البوكلت فاحنا بعتنا لك على جروب الواتساب الواجب بتاعنا او بالنسبه لك الهوم ورك بتاعنا. طيب كان بيج 104 اللي هو اول سؤال عندنا بيقول لك سورت، يعني كلمه سورت يعني صنف او اقول لي كايند، يعني بتاع كل فيزيكال كوانتي من دول هي فاندمنتال ولا دريفد واكتب لي اليونت بتاعتها. طيب عشان نختصر انا بدل ما اكتب كلمه فاندمنتال دي كامله هديها سمبل اف، وبدل ما اكتب كلمه دريفد كامله هديها سمبل ايه؟ دي. يبقى هي لو فاندمنتال تبقى اف، ولو هي بالنسبه لك دريفد هديها سمبل دي. طيب تاني حاجه هنكتب الميجرنج يونت بتاعتنا. طبعا يا جماعه يبقى اي حاجه تبع الاس اي تبقى فاندمنتال، اي حاجه بره الاس اي تبقى دريفد. طب اللينس فاندمنتال ولا دريفد؟ فاندمنتال. طبعا بيتقاس بيه يا جماعه بالمتر. طيب بعد كده الماس فاندمنتال ولا دريفد؟ فاندمنتال يا مستر. طيب بيتقاس بايه؟ بالكيلو جرام. عندك بعد كده التايم فاندمنتال ولا دريفد يا مستر؟ فاندمنتال عشان تبع الاس اي، صح؟ وده بيتقاس بايه؟ بالسكند. وطبعا دول كلمه لمه ال فور لينس ام فور ماس سي فور تايم دول اشهر ثلاثه فاندمنتالز. طيب الكتريك كارنت انتنسي مش تبع الاس اي؟ الله ينور عليك، يبقى فاندمنتال. ده بيتقاس بالامبير. عندك بعد كده التمبريتشر مش تبع الاس اي؟ صحيح، الله ينور، يبقى دي فاندمنتال. عاش يا فندم عاش، يبقى دي بتقاس بالكلفن. الستاندرد تمبريتشر كلفن، اوعى حد يتلخبط ويكتبها سليزيوس ها. طيب الليمينس انتنسي، الليمينس انتنسي شده الاضاءه قوه الاضاءه تبع الاس اي برضه، يبقى ده فاندمنتال وتقاس بالكانديلا. تقاس بايه يا جماعه؟ بالكانديلا. طب اللي بعدها اماونت اوف ماتيريال، اماونت اوف ماتيريال دي برضه تبع الاس اي ودي فاندمنتال وتقاس بالمول، صح يا عم طنطاوي؟ طب بعد كده الاريا، الاريا دي يا جماعه بره الاس اي، صح؟ يبقى دي دريفد ودي كانت بتقاس بالمتر باور 2، صح؟ طيب عندك بعد كده الفوليوم، ده برضو كان يعتبر دريفد وده بيتقاس بالمتر باور 3. عندك بعد كده الفيلوسيتي، طبعا ده كان بره الاس اي يبقى برضو دريفد وده بيتقاس بالمتر باور متر بير سكند، متر بير سكند او ممكن متر سكند باور نيد 1، بس خليها متر بير سكند عشان دي معظم الناس عارفاها ميدل 3 دلوقتي. طيب الاكسلريشن طبعا ديت بره الاس اي، صح؟ يبقى فاندمنتال ولا دريفد؟ الله يبارك لك، يبقى ديت برضو دريفد وهتقاس بمتر بير سكند سكوير. ماشي. الفورس عندنا هتبقى عباره عن ايه بقى؟ بالظبط تبع الاس اي ولا براهم؟ يبقى دي برضو دريفد وتقاس بالنيوتن. ماشي. وعندك هنا الورك برضو براهم تبقى دريفد وتقاس بايه يا جماعه؟ بالجول. طبعا الحاجات دي ممكن ناس تبقى فاكراهم من اعدادي وفي ناس ممكن تبقى ناسياهم، ففي ناس ممكن سرشت او دخلت على شات جي بي تي سالت، تمام، فعرفت ان ديت دريفد بالنيوتن وديت دريفد تمام بالجول. قشطه. طبعا نيوتن نسبه لاسم العالم ايزاك نيوتن، وعندك جول نسبه لاسم العالم البريطاني جيمس جول عندنا. طيب ده كده الموديل انسر بتاع اول سؤال لو حد محتاجه. تعال نخش بالنسبه لك على السؤال رقم 2. شباب سؤال رقم 2 بيقول لك ايه بقى؟ قال لك منشن، يعني قول ذا فيزيكال كوانتي ميجرد باي ذيس يونتس، يعني انت المره دي هو جايب لي العكس، المره دي جايب لك اليونتات وبيطلب منك هي ايه الفيزيكال كوانتي اللي بتتقاس بكده. يعني مثلا ايه الحاجه اللي بتتقاس بالكلفن؟ يبقى تمبريتشر، حاجه بتتقاس بالكلفن اللي هي التمبريتشر درجه الحراره. طيب تاني واحده ايه اللي بيقاس بالكانديلا؟ ليمينس انتنسي. الله ينور يا جماعه، في ناس بتذاكر بصراحه، الناس دي مبسوط منها قوي بصراحه. الناس بقى مكبره دماغها دي، خد بالك بقى عشان في بوب كويزز، في امتحانات كده مفاجاه كبير، ماشي، وهتبلغ بيها ولي الامر، فتشد كده يا باشا وتظبط حالك طيب الجول ده بيقيس الورك او الانرجي، فالورك تنفع تمام، ولو حد كتبها برضو انرجي تنفع، يبقى الورك والانرجي عندنا الاثنين ينفعوا ولا ما ينفعوش؟ ينفعوا. طيب عندك النيوتن، طبعا ده بيقيس مين يا جماعه؟ بيقيس الفورس عندنا. المول بيتقاس بيه الاماونت اوف ماتر، كميه الماده اللي داخله الرياكشن او طالعه بره الرياكشن، اماونت
اوف ماتر. في اخر حاجه الراديان. الراديان ده يا جماعه بيقيس السيستم 2 دي صح؟ يبقى انجل ميجر ولا سوليد انجل ميجر؟ يا ولد يا ولد، يبقى دي اسمها انجل ميجر. يبقى ده عشان بيقيس 2 دايمنشنز يبقى ده اسمه انجل ايه؟ ميجر، اللي هي النظام ال 2 دي ولا لا. طيب شباب سؤال نمبر سي ده لسه اصلا المفروض هيبقى واجب المره دي، عشان في ناس قالت لي مستر احنا مش عارفين نحله، واكيد مش عارف تحله عشان احنا لسه ما شرحناهوش. النهارده ان شاء الله لسه هنشرح الدايمنشنال فورمولا او الدي اف، ودوت اول سؤال ممكن يجي لك السي ان شاء الله في الامتحان، هنشرحه بالتفصيل ممل. طيب هنعدي دوت، نخش بقى على التشويسز التشوز بتاعنا. كان عندنا الواجب بتاعنا تشوز من سؤال رقم 1 لسؤال رقم 17. تمام؟ تاني من سؤال رقم 1 لسؤال رقم كام؟ 17. تعال نحلهم كده مع بعض تاني، وعايزك تتشيك معايا. طبعا واحنا بنحل يا جماعه السؤال الصح بنعمل جنبيه صح، السؤال بنعمل جنبيه غلط، وبنختار الاجابه الايه؟ الصح. طب ليه يا مستر مودي؟ علشان باذن الله تعالى لما ربنا يكرمنا ونيجي ليله امتحان شهر، ليله امتحان مثلا الفاينل بتاعنا، انت سعادتك هتراجع سؤال باجابه من البوكلت. يعني بتشوف السؤال كده واجابتك ايه، السؤال كده واجابتك ايه. فلو انت كنت حالل صح يبقى الفكره كنت انت فاهمها صح، تمام، فانت بتعدي عليها بعينك بتفتكرها تاني. طب انت دي كان عندك فيها غلطه، كنت واقع فيها قبل كده، كان عندك فيها مشكله، لازم اكون معلم عليها عشان دي احلها تاني بايديا ليله الامتحان، تمام؟ فلما احلها صح تثبت في دماغي صح، لتاني يوم ان شاء الله احل كله صح. اتفقنا؟ طب تمام، بسم الله توكلنا على الله. سؤال نمبر 1 بيقول لك the key elements of measurement process include مين؟ يعني بيقول لك بالنسبه لك من دول عشان تعمل ميجرمنت محتاج ايه؟ هل محتاج الميجرنج تول؟ اكيد، ما دي اللي بتساعدني صح، زي البالانس او السبيدوميتر او الميتر تيب، او بالنسبه لك الواتش الساعه بتاعتك لو عايز تعرف التايم. ميجرنج يونتس اكيد، ما هو الكلام من غير ميجرنج ملوش معنى. فيزيكال كوانتي تمام، يبقى الاجابه الاولانيه all of them كلهم بالنسبه لك عشان دول الثري كيز بتوعنا ولا لا. طب تاني حاجه which of the following is an SI يعني ستاندرد انترناشونال بيز يونت؟ مين من دول بيز يونت يا جماعه؟ طيب هل هي الكرنت؟ طبعا الكرنت دي بتقيس الكرنت انتنسي صح؟ طيب فدي تعتبر صحيحه. طيب ماشي، لا بس خلي بالك هو سوري ايه؟ هو هنا قال لك ايه بقى؟ يونت. طيب دي اس اي فيزيكال كوانتي. تاني عشان الحته دي ما حدش يتلخبط فيها. اس اي فيزيكال كوانتي يعني انت عندك دلوقتي الكرنت انتنسي دي مش يونت، اليونت بتاعتها بالامبير. عارف دي كان مكتوب امبير كنت اخترتها. طيب الجرام دي غلط، ليه غلط يا مستر؟ عشان المفروض تبقى كيلو جرام. يبقى تاني اول واحده دي اجابه خاطئه، عشان دي تعتبر اس اي فيزيكال كوانتي مش اس اي يونت، مش اس اي يونت. طيب هنا بالنسبه لك دي برضو غلط، عشان المفروض تتقاس بالكيلو جرام مش بالجرام. طب هنا دي بالكلفن. لا اقف بقى معايا وقفه كده وركز. الكلفن ده بيقيس التمبريتشر او درجه الحراره صح؟ وديت اليونت بتاعتك ولا لا؟ الله ينور عليك، يبقى ديت الاجابه الصح. طيب الفولت لا، عارفين ليه؟ الفولت يا جماعه بيقيس بالنسبه لك حاجه عندنا اسمها البوتنشال ديفرنس، والبوتنشال ديفرنس تبع الاس اي ولا بره الاس اي؟ واتفقنا وقلنا اي حاجه بره الاس اي تبقى ايه؟ يا ولد يا لعيب، يبقى ديت دريفد فيزيكال كوانتي ولا لا؟ تمام؟ تاني عشان دي تعتبر دريفد فيزيكال كوانتي، يبقى الاجابه الصح هنا سي. طيب سؤال نمبر 3 قال لك ادريفد كوانتي اوف ذا فولوينج از مين؟ مين بالنسبه لك دول تعتبر كوانتي دريفد؟ يعني تكون باكتر من حاجه. يعني كلمه دريفد دي بتبقى حاجه واحده ولا اكتر من حاجه واحده؟ اكتر من حاجه واحده. طيب اللينس يا جماعه ده فاندمنتال صح؟ عشان كده هيستبعده. طيب عندك بعد كده الماس ده يعتبر فاندمنتال صح؟ عشان كده هنستبعده. عندك بعد كده التايم ده يعتبر برضو ايه؟ فاندمنتال، عشان كده هنستبعده. عندك بقى الفيلوسيتي الفيلوسيتي يعتبر دريفد ولا لا؟ دي، عشان كده هنختاره ولا لا؟ يبقى الاجابه هنا اهوت 3 بتاعت دي. طيب خش على السؤال اللي بعده، سؤال نمبر 4 the unit of the measuring mass in the British system is ايه؟ طيب مين من يونتس دي بيقيس الماس في البريتش سيستم؟ طبعا البريتش سيستم بيتقاس فيه الماس بالباوند ولا لا؟ تمام؟ طب الجرام يا مستر ده بيقيس في الفرنش او جوسيان سيستم، الكيلو جرام بيقيس في المتريك سيستم، الطن دوت اصلا مش اس اي يونت، يعني دوت مش يونت بالنسبه لك شغاله كانت في اي نظام ولا لا؟ طيب هنا بقى the unit of the measuring length in جوسيان سيستم. كلمه جوسيان سيستم دي احنا شرحنا المره اللي فاتت وقلنا ان دي معناها مين يا جماعه؟ الفرنش سيستم. يبقى جوسيان ده اسم العالم اللي حط النظام بتاع فرنسا. طب هنا المفروض اللينس في الجوسيان بالسنتيمتر، اللينس في الجوسيان بالسنتيمتر، لكن متر ده في المتريك سيستم، تمام؟ كيلومتر دوت مش موجود، ده كونفرت اصلا، والفوت دوت او الفيت كان في البريتش سيستم ولا لا؟ طيب نخش على السؤال اللي بعده. سؤال نمبر 6 قال لك ان ذا انترناشونال سيستم اوف يونتس، ماشي، ذا امبير از يونت اوف ايه؟ الله حلوه دي. بيقول لك مين بالنسبه لك من السيستم اوف يونتس الامبير دي بتعتبر يونت لايه؟ كارنت انتنسيتي، اللي هي بالنسبه لك قوه الكهرباء او شده الكهرباء ولا لا؟ صح، فتبقى الاجابه ايه؟
طب الالكتريك تشارج، لا الالكتريك تشارج دي اصلا دريفد اولا وبتقاس بالكولومب لو حد عايز يعرفها يعني. الالكتريك تشارج دي تمام هي اسمها الكيو ماشي، ودي عندك بيونت اسمها كولومب بتساوي كولومب اهي. هي مش عليكم الكلام ده بس انا يعني بكتبه لكم زياده، كولومب ممكن اختصارها سي وخلاص. طبعا اللينس ال وبيتقاس بايه يا جماعه؟ بالمتر ولا لا؟ لكن دوت كان عندنا طبعا بيتقاس بالامبير، يبقى دوت اللي بيتقاس بالامبير عندنا. طبعا دي برضو ليمينس انتنسي لا، لان انت عندك الليمينس انتنسي كانت بتقاس بالكانديلا، فهو عايز الحاجه بتقاس بالامبير يبقى الكتريك كارنت انتنسي. تمام انا بس بفهمكم احنا ليه ما اخترناش الباقي. نمبر 7 a common feature in French or Gaussian or British system they are all measured by ايه؟ طبعا يا جماعه الحاجه الوحيده اللي اتفقوا فيها الثلاثه سيستم مع بعض ان اللينس تمام ولا الماس ولا التايم. الله ينور عليك، التايم بالسكند كلهم اتفقوا عليه، فدوت بالنسبه لك الحاجه الوحيده اللي كلهم اتفقوا فيها، لان اللينس كانوا مختلفين، البريتش كان بيقيس بالفوت او بالفيت، وعندك الجوسيان او الفرنش كان بيقيس بالسنتيمتر. الحاجه الوحيده اللي اتفقوا فيها هو ان التايم عندك بالايه؟ بالظبط بالسكند، حتى الماس اختلفوا فيه. نمبر 8 the fundamental unit in the measuring temperature in international system SI is ايه؟ طيب الراجل بيسالك التمبريتشر عندي الستاندرد بتاع هل سيليزيوس ولا فahrenheit ولا كلفن ولا ديجري؟ طبعا الكلفن اتفقنا عليها مع بعض دلوقتي ولا لا؟ طيب نمبر 9 اليونت الثانيه التمبريتشر مش غلط يا جماعه بس مش ستاندرد، هو الراجل كان عايز الستاندرد ده. طيب نمبر 9 the number of all fundamental units، ركز ركز ركز، يونتس يبقى دولت 9 ولا 7 ولا 2؟ صح، يبقى دولت كده 7 لان قال لك يونتس يبقوا 7. طب لو سيستم 2 صح؟ طب لو قال لك اس اي وسكت يبقى التسعه كاملين على بعض ولا لا؟ طيب قال لك the unit of measuring amount of material، amount of material يا جماعه يعني كميه الماده صح؟ اللي داخله الرياكشن وطالعه بره الرياكشن اللي هي ارقام البالانس بتتقاس بالمول. قال لك بعد كده 11 كانديلا ميجرنج يونت لمين؟ يا جماعه الكانديلا بتقيس الليمينس انتنسيتي او شده الاضاءه او قوه الاضاءه عندي بتاعتك ولا لا؟ لكن التمبريتشر بتقاس بالكلفن، اماونت اوف ماتيريال بتقاس بالمول، والسوليد انجل ميجر تمام ديت بالنسبه لك في الجوسان سيستم ما كانتش علينا، احنا عندنا السوليد انجل ميجر في الاس اي اللي هي الاستراديان سيستم. طيب 12 ذا يونت اوف ذا سوليد انجل ميجر، يونت بتاعت السوليد انجل ميجر ايه بقى؟ طيب مبدئيا يا جماعه هنا يبقى مقصود بيها الاستراديان، لانها لو انجل ميجر تبقى راديان. تاني لو انجل ميجر يبقى دوت هنا السيستم ال 2 دي صح؟ تاني لو انجل ميجر يبقى ده السيستم ال 2 دي. طيب دوت بيتقاس بالراد او الراديان سيستم ولا لا؟ ماشي يا مستر. طيب عندنا بعد كده في سوليد انجل ميجر، والسوليد انجل ميجر دي هي حاجه تعتبر مين يا جماعه؟ ال 3 دي، حاجه عندك ال 3 دي، ودي بتقاس عندنا بيونت اسمها الاستراديان او استراديان او مين يا شباب؟ او الاستراد. قشطه تمام، هفصل ما بينهم كده عشان محدش يتلخبط. طيب خش على اللي بعده، يلا بينا يا شباب. عاش. نمبر 13 ذا فيرنيال كاليبر يعتبر بالنسبه لك يوز تو ميجر ايه؟ يا جماعه الفيرنيال كاليبر ده هو كديفايس او كجهاز بيقيس اللينس بالمليمتر صح؟ قلت لك هو عباره عن شبه المفتاح الانجليزي كده عنده 2 جوز او 2 هاندز. لو حد فيكم فاكر الشرح بتاع المره اللي فاتت قلت لك عامل كده اهوت، بتبتدي تحط الاوبجكت بتاعك ما بين ال2 جوز دولت ولا لا؟ بس خد بالك الهاند الثانيه كان بيادجست، يعني ممكن تقربها وممكن تبعدها، وطبعا بيبقى هنا في تدريجات للارقام دي. المنظر انت شايفه دوت ولا لا؟ طبعا دوت بتشوفه واقف عند كام وتقوم ماسك الرقم بتاعه. التدريجات الكبيره بتبقى بالسنتيمتر والتدريجات الصغيره بتبقى بالمليمتر. تمام، واجيب لكم اسئله عليه قدام اكتر عشان تشوفوا الرسمه بتاعته وتفهموه اكتر. تمام، يبقى ديت ساعتها هنا المفروض الفيرنيال كاليبر كان بيقيس اللينس بالمليمتر سكيل. طيب سؤال رقم 14 سؤال كويس. which بير يعني 2 يا جماعه من اليونتس ديت واحده فيهم دريفد واحده منهم اس اي بيز يونت. ماشي، تعال نفنط كل واحده. لو هي دريفد هكتب فيها دي، ولو هي بالنسبه لك بيز يونت هكتب فيها اف اللي هي الفاندمنتال، يعني لان كلمه بيزك وفاندمنتال 2 1. الامبير ده بيقيس الكرنت انتنسي ولا لا؟ يبقى ده هنا فاندمنتال. الكولومب بره الاس اي صح؟ يبقى ده دريفد بتقيس حاجه اسمها الكوانتيتي تشارج. يبقى دي واحده وواحده. يبقى الاجابه الصح مين يا جماعه؟ الاجابه الصح ايه؟ واحد قال لي طب ليه ما تنفعش بي؟ ليه ما تنفعش سي؟ ليه ما تنفعش دي؟ تعال ما نشوف. هنا الكيلوجرام ده بيقيس الماس صح؟ فده هنا فاندمنتال، والكلفن بتقيس التمبريتشر فدي برضه فاندمنتال. فالاجابه نمبر بي ما تنفعش لان الاثنين فاندمنتال.
وهو كان عايز واحده وواحده، كان عايز واحده وايه؟ واحده مستر ماضي. طب هنا الميتر دي فاندمنتال والسكند دي فاندمنتال، دي بتقيس اللينس ودي بتقيس التايم، يا ولد يا لعيب الاثنين فاندمنتال وهو عايز واحده وواحده فما تنفعش. طب بعد كده النيوتن دي بتقيس الفورس ودي بره الاس اي تبقى دريفد، والجول بتقيس الانرجي برضو تبقى دريفد. يا جماعه دي برضو غلط لان الراجل محتاج واحده وواحده، لا عايز اثنين فاندمنتال ولا عايز اثنين دريفد، يبقى الاجابه واحده وواحده مين؟ ايه. طب سؤال رقم 15 قال لك a physical unit that's not driven. يا جماعه كلمه not دي بتعكس ها؟ كلمه not driven يعني فاندمنتال ها؟ طب انا لو مكانك هعمل كيت لنفسي عشان افهم كل حاجه. تاني يا جماعه، مين بالنسبه لك من اليونتس التي امامنا ها ما تعتبرش دريفت يعني تعتبر فاندمنتال؟ ما هي كلمه نوت يعني بتعكس صح؟ طب انا دلوقتي مين فاندمنتال؟ يبقى الكلفن طبعا لان دي بتقيس تمبريتشر صح؟ طب النيوتن ما تنفعش ليه؟ طبعا دي بتقيس درجه الحراره تمبريتشر فصح. طب دي ليه غلط يا مستر مودي؟ دي غلط عشان بتقيس الفورس والفورس دي تعتبر دريفت صح؟ وديت طبعا غلط لانها بتقيس الجول، والجول ديت اللي هي بتقيس الورك ودي برضه تعتبر دريفت. ليه؟ هل الفورس او بالنسبه لك الورك الاثنين دول تبع بالنسبه لك الاس اي ولا بره الاس اي؟ الله ينور عليك، طالما بره يبقى على طول مش تبعنا ولا تبع بالنسبه لك الفاندمنتال ولا لا. يبقى الاجابه الصح ايه؟ سؤال رقم 16 بيقول لك ويتش رو، مين من الصفوف الاتيه؟ الصف الاولاني ايه ولا الصف الثاني بي ولا الصف الثالث سي ولا الصف الرابع دي؟ تمام، بيشو ا بيز كوانتي اس اي يونت صح. طيب اول صف بيقول لك كارنت انتنسي بيتقاس بالامبير، دي كلام صحيح 100%. طيب ليه بي ما تنفعش يا مستر؟ مع ان بي بيقول لك ماس، بس خد بالك البي ديت المفروض الماس ده هيتقاس بالكيلو جرام. الجرام دي غلط ولا لا؟ صح؟ المفروض تتقاس بالكيلو جرام كستاندرد يونت. طيب سي تمبريتشر صح، بس المفروض كانت تتقاس بدل السليزيوس بايه يا جماعه؟ بالكلفن. طيب عندك الويت اصلا دي دريفد ولا مش دريفد يا جماعه؟ الويت دي اصلا دريفد، يعني دي اصلا حاجه دريفد فيزيكال كوانتي فما تنفعنيش خالص ولا. فالاجابه الصح هتبقى الاجابه ايه؟ الاجابه الصح تبقى الاجابه ايه؟ تمام؟ طبعا يا ريت يا جماعه اللي احنا بنعمله دلوقتي على الحل ده يا ريت الناس تعمله معايا وهي بتحل ها. طيب بعد كده اخر سؤال خلاص بقى تمام؟ ونبتدي بقى حصتنا. قال لك which is pair of SI base unit is ايه؟ طيب مين من دول يعتبر 2 SI units؟ طيب اول حاجه الامبير دي بتقيس كارنت انتنسيتي ده فاندمنتال صح؟ الجول دي اللي هي تعتبر ورك او انرجي دي دريفد ولا لا؟ فانت عايز الاثنين يعتبروا اس اي، الاثنين يعتبروا اس اي فدي غلط عشان دي واحده واحده. بعد كده الكولوم بتقيس التشارج تمام او الكوانتي اوف تشارج ده طبعا دريفد لانها بره الاس اي، لكن السكند بيقيس التايم فده فاندمنتال تبع الاس اي فده برده ما تنفعش لانها واحده وواحده ودي برده هنكنسل. بعد كده الكيلو جرام بتقيس الماس ودي فاندمنتال صح، والكلفن دي بتقيس درجه الحراره والتمبريتشر فاندمنتال صح، فيبقى الاجابه الصح مين يا جماعه؟ سي صح. طب بعد كده دي الميتر بيقيس اللينس وده فاندمنتال تمام، لكن نيوتن بتقيس الفورس وده دريفد يبقى دي كده واحده واحده، يبقى الاجابه دي مش تمام ولا. يبقى الاجابه الصح مين يا جماعه؟ سي، لان هو عايز الاثنين اس اي بيزك يونت، يبقى الاجابه سي هاي. تمام يا شباب؟ اعتقد كده احنا فوقنا مع بعض تمام، حلينا الواجب بتاع الحصه اللي فاتت وعملنا كمان ران ثرو على الحصه اللي فاتت ماشي. عايزك تاخد بريك كده تفوق وترجع تاني عشان ناخد ان شاء الله ليكتشر 2 او المحاضره الثانيه. تمام؟ فاصل، اغسل وشك وارجع لي تاني.